السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. فيديو النهاردة مهم جدا لكل الناس اللي بدأت تربي جديد او بتربي بقالها فترة قريبة او لسه هتربي جديد. هقولك في الفيديو ده ازاي تختاري الكتكوت اللي يناسب امكانياتك. يعني الحرارة عندك نظامها ايه، سواء حر قوي او برد قوي او متوسطة. بتحبي ايه في انواع الكتاكيت او في انواع الفراخ، سواء بقى بالنسبة للاكل او بالنسبة للتربية. هقولك كل مواصفات الكتاكيت البيضة اللي موجودة في السوق، وتختاري منها على حسب امكانياتك وعلى حسب ما بتحبي. فنركز بقى كده ونشوف النوع اللي هيعجبنا نحفظ اسمه عشان نشتريه. مبدئيا كده نبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد. اللهم صلي وسلم وبارك عليه. لو الفيديو ده عجبكم ما تنسوش تدعموه بلايك، واتمنى القناة تعجبكم وتشتركوا وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. اولا كده هبدأ باحسن كتكوت بحب اربيه، الكتكوت القب. طبعا الناس اللي معايا في القناة من زمان او الجداد عارفين ان انا بحب تربية القب جدا، بس هو له عيوب وله مميزات. من مميزاته واحسن مميزات اللي انا بحبها ان هو بيرمي معظم لحمه في منطقة الصدر، دي اتقل حتة في جسمه. يعني مناسب جدا للبنات والناس اللي بتحب الصدور. فالكتكوت القب حلو جدا. عايزه اقول لكم سريع الاستجابه للادويه، يعني بيتعالج بسرعه لو لا قدر الله في اي مرض، سريع الاستجابه للعلاج. لكن عيبه بقى ان هو مش بيتحمل الحر الشديد. طبعا احنا عارفين ان الفراخ البيضاء عموما ما عندهاش غدد عرقيه، يعني لو عندها اجهاد حراري في جسمها ما بتقدرش تخرج ده على جسمها من بره على شكل عرق، فلازم نرطب جسمها من جوه. فطبعا انا في الحر لازم يوميا اعمله سقوات الاجهاد الحراري. هنزلها لكم بكره ان شاء الله في فيديو كامله، كل السقوات اللي تنفع في الحر مع كل انواع الطيور عشان تتفادي الموت المفاجئ. تمام. فانا لما بربي القب لازم يوميا اعمل سقوات الاجهاد الحراري وعيني عليه. بدل ما بطلع مره الصبح ومره بالليل، بطلع ممكن 4 مرات في اليوم. فدي من عيوبه ان هو مش بيتحمل الحراره الشديده. لكن هو بيحول معاكي من اول يوم، اوزانه بتزيد وتلاقي الفرخ بيكبر معاكي كده، تربيته اصلا بتفتح النفس. عيبه الوحيد مش بيتحمل الحر. تمام. نيجي بقى للكتكوت الرص. ده تاني احسن انواع الكتاكيت، منتشر جدا في الصيف. يعني في الشتاء تلاقي كل المكاتب عندها معظم الكتاكيت قب، وقليل قوي اللي تلاقي عنده رص. وفي الصيف تلاقي معظم المكاتب عندها رص، وقليل قوي لما بتلاقي القب. الرص من مميزاته ان هو بيتحمل الحر. يعني انت عندك المكان في بيتك او في بلدك المكان بيبقى حر قوي، فتجيب الكتكوت الرص. لكن ما تستعجليش عليه، مناعته عالية برضو ومقاوم للأمراض. لكن بيرمي لحم في منطقة الأوراك، يعني عنده أتقل حتة في جسمه الأوراك. بيرمي وزن من بعد عمر 30 يوم. في ناس بتقول من بعد 25، لكن أنا على ما جربت كذا مرة بيرمي من بعد 30 يوم. تمام. مناعته عالية، بيتحمل الحرارة الزيادة، وكمان معظم وزنه في منطقة الأوراق. تمام. نيجي بقى بعد كده للكتكوت الهبرد أو الهبرد على حسب ما بتنطقوها. الكتكوت ده سريع التحويل برضو، بيحول بسرعة وبيجمع ما بين القب وما بين الرص. يعني اللحم عنده متوزع في منطقة الصدر ومنطقة الوراك عشان الناس اللي بتحب الوسط وبياكلوا ده وده. فالكتكوت الهبرد حلو جدا برضو. وزنه متقسم بين الصدر والوراك. ومن مميزاته ان بتلاقي ريشه قليل، يعني مش كاسي ريش دايما، لا ريشه قليل. فده طبعا بيخليه في الصيف يقدر يقاوم حرارة الصيف العالية. لكن في نفس الوقت يعتبر ده عيب في الشتاء، بما ان هو مش عليه ريش كتير فمش بيستحمل في الشتاء. تمام. استجابته بقى للأدوية متوسطة، وكمان ضعيف جدا المقاومة للفيروسات، يعني مش بيقدر يقاوم الفيروسات الشديدة. تمام. فعشان كده تربيته بتبقى محتاجة خبرة شويتين. ده بالنسبة للكتكوت الهبرد او الهبر. نيجي بقى للكتكوت الافيان. طبعا النوع الكويس اللي هو الافيان المعدل. مناعته قوية جدا وبيقاوم الامراض وبيرمي اوزان كويسة جدا. لكن اللي هيربي كتكوت افيان يبقى لازم يشتري من شركة. طبعا احنا كلنا عارفين ان الكتاكيت عموما في منها شركات وفي منها اهالي. بيفضل طبعا الشركات في اي نوع، لكن في بعض الاهالي نسبة كبيرة برضو من كتاكيت الاهالي في بقية الانواع ممتازة، تقدري تاخدي منها وتربي وانت مطمنة. كتكوت الاهالي بيبقى ارخص شوية من كتكوت الشركات، لكن في كتاكيت اهالي ممتازة تجيبيها وتربيها وتطلع معاكي كويسة جدا. ما عدا في الافيان، ما ينفعش تجيبي من الافيان ده كتكوت اهالي،
لازم يبقى كتكوت شركات، لان بيبقى عندهم الامهات، قطيع الامهات اللي بينتج منه الكتاكيت ممتازه، يعني مش عايزه اقول لكم كويسه، لا ممتازه جدا، على عكس طبعا الاهالي، لان تفريخ الاهالي يعني استحاله هيبقى بنفس كفاءه الشركات، لان الاهالي عند كتكوت الافيان عند الاهالي بيبقى اقل جوده من كتكوت الافيان في الشركات. تمام. فالاحسن لو هتربي الافيان، في ناس كتير بتحب الافيان المعدل لان مناعته قويه وبيقاوم الامراض كويس جدا واوزانه حلوه، فمعظم الناس اللي بتربي افيان تجيب من الشركات، بلاش تجيبي افيان اهالي. نيجي بعد كده بقى للكتكوت القربو. كتكوت القربو ده سريع التحويل، يعني بيحول معاكي بسرعه وبيستجيب للادويه بسرعه، وكمان بيقاوم الامراض الصعبه، يعني لو في فيروس، في ميكروبات شديده، اي امراض صعبه هو بيقدر يقاومها. وبيجمع برضو زيه زي كده الهبرج، بيجمع بين الرص والقب، يعني بيرمي وزنه في منطقة الصدر ومنطقة الوراك. لكن عيبه بقى يعني ان هو ضعيف جدا في مقاومة السموم الفطرية، يعني بتأثر فيه جدا وممكن يحصل نافق بسبب السموم الفطرية، فده يعتبر عيبه الوحيد. وطبعا علاجها سهل، يعني مضاد سموم والحكاية بتنتهي. بس برضو لو كل دول فيهم مميزات، انا برضو بحب القب، يعني هو احسن كتكوت بالنسبة لي الكتكوت القب. نيجي بقى للنوع اللي بعد كده، وهو كتكوت الاي ار. كتكوت الاي ار او الاي ار برضو على حسب ما بتنطقوه. الكتكوت ده يعني تحويله بيبقى سريع قوي في العمر الصغير، يعني بيحول معاكي كويس في اول فترة من عمره، اللي هم اول 15 يوم. تمام. ومن مميزاته طبعا، مميزات الكتكوت القب بيبقى فيه نقطة سمراء، معظم القب فيه نقطة سمراء. الاي ار بيبقى عينه يعني مميز بالعين الواسعة الدائرية، بتبقى تحس ان هي مدورة كده. تمام، واسعة ومدورة، فربنا يستر بالكتكوت ده حساج. حيويته ونشاطه عاليين جدا بالنسبة لبقية الانواع، يعني هو تحسي كده ان هو مدي على كتكوت بلدي شوية في الحركة والنشاط والحيوية. تمام. ده بالنسبة لبقية الابيض يعني. نسبة بقى النفوق الطبيعية بتاعته، النفوق يعني الموت، طبعا في نافق طبيعي بالنسبة لأي كتاكيت بتجيبيها، يعني 1/10. انت جايبة مثلا 100، 5/100، دي طبيعي. بتزيد عن كده يبقى في مرض ولازم يتعالج. النوع مثلا نسبة النفوق 1، 2، 3 ده طبيعي، فما تقلقيش ما تقلقيش منه. نسبة نفوق بقى النوع ده طبيعية جدا، في الطبيعية في وقت التربية بتكون قليلة، يعني يعتبر النافق بتاعه قليل جدا بالمقارنة لبقية انواع الابيض. تمام. لكن من عيوبه بقى ان هو يعني حساس جدا لمرض الميكوبلازما، حساس جدا، واستجابته للدواء بتبقى ضعيفة جدا، يعني مش بسرعة يتعالج معاكي ويفوق ويبتدي يزيد من تاني، لا ضعيف، فانا ما برجحش اصلا النوع ده. تمام. فعشان كده النوع ده بيفضل ان هم يربوه في المزارع، الاماكن الواسعة، وطبعا لازم تحت اشراف اطباء بيطريين، ناس يعني عندها خبرة عالية تتابع القطيع من اول يوم لاخر يوم. تمام. فناس كتير كمان دلوقتي بتفضل ان هي تربي الكتكوت الهبرد، لانه بيرمي طبعا وزن في الصدر والوراك، ومميزاته كويسة برضو، فناس كتير بتفضل الهبرد في الوقت ده. لكن هتقولي لي هبرد، افيان، روس، اي حاجة، انا بفضل القب. القب ممتاز جدا بالنسبة لي، مريح. كل مشكلته اللي بقدر ان شاء الله، انا بصوا ما شاء الله شايفين الكتكوت ده كان ايام العز يا جماعة. ايام العز ما كنت بربي بال50 فرخ وبال100 فرخ، هنا حبة وهنا حبة، والعلف كان ب12 جنيه، والدنيا كانت حلوة قوي بصراحة، يعني ربنا يعودها ان شاء الله. في اخبار ان العلف نازل الفترة اللي جاية لاسعار كويسة جدا، فنتفائل خير وندعي ان شاء الله تتم على خير والعلف ينزل فعلا. المهم هننزل دورة القب زي ما قلت لكم. انا النهاردة كنت عند الدكتور وكان مديني 3 بس قب، وبقية ال10 رص، فطبعا مرضتش اخدهم، فان شاء الله احتمال استلم السبت الكتاكيت القب بتاعتي. فنجهز المكان، واديني قلت لكم على كل الانواع، اختاروا النوع اللي يعجبكم، اللي ان شاء الله هيطلع القب عشان نربيه سوا، ونبدا دوره جديده ان شاء الله الاسبوع الجاي. يا رب الفيديو النهارده يكون عجبكم، اتمنى ما اكونش تقلت عليكم ولا طولت. ما تنسوش تضغطوا لايك لو الفيديو عجبكم، وتشتركوا لو القناه عجبتكم. كده الفيديو خلص، اشوفكم بكره ان شاء الله في فيديو جديد على خير.